سؤال واحد بيحدد مستوى سعادتك، ده اللي اكتشفه العلماء في الدراسة دي. لما سألوا مجموعة من الناس السؤال اللي هقولك عليه بعد شوية، لقوا إن إجاباتهم مرتبطة بمستوى رضاهم عن الحياة بشكل عام. يعني إجابتك على السؤال ده فعلا هتحدد هل أنت سعيد ولا لأ. هسألك السؤال ده دلوقتي واكتب لي إجابته في التعليقات، لأن هنرجع له تاني بعد كده. توقف الفيديو واكتب لي إجابة هذا السؤال. لما بتسمع كلمة السعادة، إيه أكتر 3 كلمات بتيجي على بالك؟ في الدراسة دي اللي اتنشرت في الدورية العلمية Journal of Happiness Studies، لقوا إن الناس اللي جاوبوا إجابات فيها كلمات اجتماعية كانوا أكثر رضا عن الحياة. كلمات زي إيه؟ زي الحب، زي المشاركة، زي العيلة، زي الصحاب، اللمة أو الونس، عكس الناس اللي كانت إجاباتهم متعلقة بالانبساط أو الأنانية أو الإنجاز أو الفلوس. ونقدر نفسر الموضوع ده بأكتر من طريقة. عندك مثلا فكرة إن العلاقات مصدر مستدام للسعادة. علاقة حميمة على الأقل، واحد يتقبلك زي ما أنت، يطبطب عليك لما تزعل، تعرف تنبسط معاه، تعرف تكون على راحتك، حد مقرب ليك بغض النظر أنت ناجح ولا فاشل، غني ولا فقير، حد بيحبك أنت وتقدر تعتمد عليه وتطلب مساعدته وتنبسط لما تكون معاه. على عكس الناس اللي أهدافهم في الحياة متعلقة بالإنجاز مثلا أو الأهداف المادية، دي أهداف مش مستدامة، يعني بتحصل كده وتأثيرها بيروح بسرعة، عكس العلاقات. لكن في رأيك لو اتعملت الدراسة دي في العالم العربي، هل هتتوصل لنفس النتيجة؟